أكيد بنشوف كل يوم أفكار معمولة من جيركن الصابون، بس الفكرة دي بجد مميزة أوي، نتيجتها بجد عجبتني على قد ما هي بسيطة أوي بس النتيجة روعة. قطعته من تحت اليد بالشكل ده، قطعت الأول بالقطر وبعد كده سويت الأحرف بالمقص وشلت الاستيكر اللي عليه، وده شريط قماش كنت مجهزاه عاملاه زي كوسر كده أو مكشكشاه. أنا كنت عاملاه على المكنة، تقدري على فكرة تعمليه بإيدك عادي يعني خياطة يدوي. ولزقته على الأحرف وبس كده، سويت طرفين القماش على بعض بالشكل ده بعد ما قصيت الجزء الزيادة، وده سلك ربط. السلك الربط ده بيتباع في محلات الحدايد والبويات، بيتباع اللفة ب10 جنيه وانا قلتلكوا قبل كده ان هو رخيص واستخداماته كتير وحلوة. لفيت عليه خيط المكرمية علشان اعمله يد بالشكل ده. سلك الربط من الحاجات سهلة التشكيل. وبعد ما لزقته على السبت بالشكل ده بدأت أعمل فيونكتين كده من شريط تل كان عندي، يعني قطعة كده كانت عندي من التل. تقدري تستخدمي شريط ستان لو عندك، لو مش عندك تل، ولزقته على الجنبين كده بالشكل ده. وبس كده، بصوا الرقة والبساطة والجمال، شكله تحفة بجد والله، في الحقيقة أحلى من التصوير ب100 مرة. غير ان انتي ممكن تستخدميه منظم للتوك، وطبعا الدراسة جاية، او منظم لادوات البنوتة ولا حاجة، ممكن تستخدميه كمنظم كده او بونبونيرة زي ما انا عملت. جربوا الفكرة، على قد ما هي سهلة هتعجبكم. استنوني في الفكرة الجاية.